اجيو نتعرفوا على مدينتنا. تطوان تاريخ وحضارة. ساحة المشوار السعيد أو الفدان القديم كيف ما معروفة عنا حنا التطوانيين، هي واحدة من أشهر الساحات في مدينة تطوان وجات حدا القصر الملكي، وفيها كيتقام حفل الولاء في هاد السنوات الأخيرة. وطبعا أنا ما جيتش نقول لكم هادشي، أنا جيت نعطيكم التاريخ ديال هاد الساحة هادي. غادي نرجعوا كاملين بينا قبل هاد التاريخ هذا، قبل 1913 ميلادية. كانت هاد الساحة من أهم وأشهر أسواق مدينة تطوان، وكان هاد السوق كيعرف حركة ونشاط تجاري على الدوام. كان كيتقام 3 المرات في الأسبوع، الأربع، الجمعة والحد. كان كيتسمى هاد السوق بسوق الزرع، حيث كان كيتباع فيه الحبوب والقمح، وكانت كتباع ايضا الاواني الفخاريه والقطران وبعض الاشياء الاخرى. وكانت لليهود ايضا حوانيت كيصنعوا فيها البراديع، كانوا كيجيولوا بزاف الناس من قبائل مجاوره وبزاف القوافل ايضا من داخل وخارج المدينه وحتى من جنوب الصحراء. في سنة 1913 أي بعد احتلال إسبانيا للمدينة، أطلق على الساحة اسم بلاثا دا إسبانيا أي ساحة إسبانيا. وبالضبط في سنة 1918 ميلادية تأسست ساحة الفدان، أشرف على بنائها المهندس المعماري الإسباني خوسي غوتيريس ليسكورا بمساعدة فنية من الرسام التطواني ماريانو بيرتوجي. وكانت هذه الساحة من أجمل المناطق الخضراء في وسط المدينة، ومتنفسا لساكنة مدينة تطوان وزوارها على مدار أزيد من 60 سنة. وكانت كتعد هذه الساحة رمزا عريقا من رموز المدينة وتراثا ثقافيا تغنت به القصائد والأغاني الشعبية. منتصف الثمانينات تهدمت ساحة الفدان ورجعت أرض هذه الساحة العريقة جزءا تابعا للقصر الملكي بتطوان، وأطلق عليها ساحة المشوار السعيد كيف ما كنعرفوها دابا. في سنة 2015 أي من بعد حوالي 30 سنة من هدم الفدان الأصلي، جاءت المبادرة لبناء ساحة جديدة تم تدشينها من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بتاريخ 30 يوليو 2016، وهي اللي كنعرفوها دابا ساحة الفدان الجديد. سميت بنفس الاسم ولها نفس التصميم، فأصبحت بذلك نسخة مقلدة من النسخة الأصلية بذكريات جديدة. واستطاعت هذه الساحة أن تستقطب عددا كبيرا من السياح من جميع أنحاء العالم. بارطاجي مع الأصدقاء والعائلة حيث المحتوى بحال هذا خصو يوصل لأكبر عدد من الناس. والسلام عليكم.